بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض الفيديو بتاع الفتحة. طبعا احنا عارفين من الفيديو اللي فات ان الشرطة او العلامة اللي هي عاملة زي الشرطة دي اللي فوق الحرف اسمها فتحة، يعني بفتح بقي وانا بنطق الحرف. يعني لما تكون موجودة على الطه تبقى طا، تبقى طا. ظا، ظا. عا، عا. غا، غا. فا، فا. قا، قا. كا، كا. لا، لا. ما، ما. نا، نا. ها، ها. وا، وا. يا، يا. طبعا انا هنا مش بنطق الحرف زي ما هو، مش بقول واو، لا، انا اول ما بشوف الشرطة اللي فوق الحرف دي انا بفتح على طول. العين تبقى عا، الغين تبقى غا، اله تبقى ها، الواو تبقى وا. طيب تعالوا هنا نشوف فرق نطق الحرف في الفتحة. طيب لما يكون هنا عندنا حرف التاء والطه، لما يكون عليهم العلامة اللي فوق دي نطق الحرف بيبقى كالتالي. دي الت بتبقى تا، تا. طيب دي بتبقى طا، طا. شوفوا الفرق عامل ازاي، عشان انا بعد كده انا ابقى بتعلم صح، ابقى بعرف نطق الحرف صح، ابقى عارف مخرج الحرف صح، عشان بعد كده لما اجي اكتب الكلمة ابقى عارف انا بكتب تا ولا طا، تا ولا طا. طب تعالوا نشوف هنا كده. طيب ابقى عارف برضو نطق الحرف بتاع زا. انا هنا بطلع لساني، احنا متفقين ان الزال من الحروف الليسوية، يعني بطلع لساني وبقول زا، زا. انا بطلع لساني بقول زا. طب تعالوا هنا كده نقول ظا، ظا. برضو الظا من الحروف الليسوية، ولكن في اختلاف في النطق بتاع الحرفين دول. انا هنا بقول زا، زا بفتح. طب بفتح الظا بقول ظا، ظا. شوفوا زا، ظا، زا، ظا. طيب تعالوا نشوف الحرفين دول كمان. لما بفتحهم هنا بقول قا، واخدين بالكم؟ قا. طب هنا بقول كا، برق الحرف بقول قا. في القاف فتحة بقول قا، في الكاف فتحة بقول كا، واخدين بالكم؟ طيب بعد كده بعد ما اخلص الاختلاف في النطق بتاع الحروف بعمل الواجب بتاعي اللي هو من اول حرف الطاء، الطاء لحد الياء، واجب بنفس الطريقة دي. تمام. بعمل الحرف والطفل الواجب بتاعه ان هو يكتب الحرف تحت بعضه، ولكن لازم اقول طا. اكتب وانا بتكلم اقول طا،
الطاء لحد ما اخلص الصفحة كلها، وبعد كده برضو الظا افضل اخلص لحد حرف الياء. طيب انا ابني مش مستوعب اني انا اخد من الطاء لحد، او الطفل مش مستوعب من الطاء لحد الياء. انا ممكن اقسمهم، تمام؟ كل طفل وبيختلف عن الطفل التاني، فانا ممكن ان انا اقسمهم على حسب استيعاب الطفل، تمام؟ بعد ما اخلص الواجب انا هنا بقى عايزه اختبر الطفل. هعمل ايه؟ هسأل اقول ايه ده، ايه ده، ايه ده، بسرعة، ايه ده. ولازم بسرعة على فكرة، لازم بسرعة، لازم يشوف الحرف يعرفه، مش ما ينفعش ان هو يفكر فيه. ليه؟ لان انا لما يبقى عندي كلمة انا هقعد بقى، لو الكلمة دي متكونة من 3 حروف اقعد بقى افتكر ده حرف ايه، وبعديها بشوية ده حرف ايه، وبعديها ده بشوية بحرف ايه. طب ما مش هينفع كده. طب ما انا لو هقعد كده يبقى هقعد ساعة في الكلمة بقى. يبقى انا ما ينفعش ان انا انطق كلمة الا لما ابقى عارف ده حرف الايه وده حرف الايه، وها بسرعة ده حرف الايه وده حرف الايه. طب بعد كده اقول له فين الكاه، طيب فين الصا، هو يشاور بصبعه. طيب فين الشاه، فين الطا، فين التا، فين الطا، فين الزا، فين العا، فين السا. كده انا خلصت الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا، و يا ريت تعملوا لي متابعة للقناة ولايك واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.